3 سنوات مرت والكامب نو صامت ينتظر. اليوم يعود برشلونة إلى البيت الكبير، إلى المسرح الذي شهد ولادة المعجزات. هنا بين هذه الجدران نقشت أسماء بحروف من ذهب، وهنا خط ليونيل ميسي أعظم فصول الحكاية قبل أن يرحل فجأة، تاركاً في العشب دمعة لا تجف. البيت اشتاق لصاحبه، والمدرجات ما زالت تهمس باسمه كلما لمس أحدهم الكرة. لكن الزمن لا يتوقف، والقدر كتب أن يظهر صبي جديد يحمل الرقم ذاته، الرقم الذي أثقل الكتفين يوماً. لامين يامال، الطفل الذي ينظر إلى نفس المرمى ويسمع في الصدى صرخة الجماهير القديمة. يا لامين، نفس الجلسة، نفس المكان، لكن القلب لم يعد كما كان. كأنك جئت لتوقظ فينا ما حاولنا دفنه. تجلس بهدوء، كأنك لا تدري أنك جلست على ذاكرة ما زالت تنزف، وجع لم يندمل بعد ولا نظنه يندمل. الملعب عاد، نعم، لكن من يعيد له روحه؟ من يعيد تلك الابتسامة؟ يا لامين، ما أثقل الإرث الذي تحمل. ولكم التعليق.